واش باغي تكون الاول في القسم ديالك وتقرا بذكاء واقل مجهود؟ انت دابا لقيتي الفيديو اللي غادي يغير لك حياتك الدراسيه. في هذا الفيديو غادي نوريك شي تقنيات سريه اللي مخبينها عليك المشاهدين. فيديو غادي تكون فيه واحد القصه على واحد الشاب سميتو زكريا. غادي نقول لك خذ معلومه واستمتع بالفرجه. زكريا كاي تلميذ في المغرب، الصراحه كاملين ما كيعجبناش نقراو بزاف، وهادشي اللي خلاه يقلب على اي حل يخليه يقرا بلا ما يدير حتى مجهود كبير. هو في ذاك الوقت اكتشف مجموعه من التقنيات السريه اللي خلاتو يولي الاول في القسم ديالو ويقرا بذكاء وبلا ما يدير مجهود. دابا تكون كتقول مع راسك شنو هاد التقنيات؟ لا كتعرف شي حاجه خويا زكريا ورينا، راه حنا واقفين على هاد التقنيات. انا غادي نقول لك كلشي وبكل تفصيل، نبغيك توعدني باش دير بهاد الشيء. الصراحه هاد الفيديو ممكن تبارطاجيه مع اي واحد عنده الجهوي ولا الوطني، راه غادي ينفعوه بزاف. بلا ما نطول عليكم نبداو. اول حاجه خلينا ندويو على تقنيه التنظيم الذكي للوقت. كتعتبر تقنيه التخطيط والتنظيم من احسن الحوايج اللي غادي تخليك تستافد من الوقت ديالك ودير بزاف ديال الانجازات. اتقول لي كيفاش ندير ليها؟ ممكن تقاد جدول زمني اللي غادي تنظم فيه الوقت ديالك وترتب الحوايج اللي باغي دير، وداكشي على حسب الاولويه ديالك. بحال تقاد وقت محدد لاي حاجه باغي ديرها وتحدد الحوايج الاكثر اهميه في الاول. بحال انت علمي ضروري تركز على الماط وفيزيك ولا علوم، والعكس صحيح لك انت ادبي مورا تبدا دير في دوك المهام وحده مورا الاخرى وعندك طيح في الفخ ديال التاخير ولا التسويف. المهم الا كنتي كتعاني من هاد المشكله تلقى فيديو في القناه ديالي اللي غادي يعاونك تبعد على التسويف. دابا ندوزو للتقنيه الثانيه، تحقيق الاهداف الواقعيه. تحقيق الاهداف من اهم الحوايج للنجاح وماشي غير في القرايه. هادشي اللي غادي نقول لك في هاد الفيديو طبقوا على اي حاجه باغي توصل ليها، كون متاكد غادي تلاحظ الفرق. نزيد نشرح لك هاد التقنيه وباش تصدق معاك خاصك تحدد شي هدف اللي تقدر توصل ليه. ولا كنتي باغي تحسن من النقطه ديالك في شي ماده خاصك تحدد هدف واقعي اللي ممكن توصل ليه. ماشي انت كتجيب جوج وغادي تقول لي تجيب 20، لا شوي بشوي وصل للمعدل بعدا وموراها يكون خير. مهم مورا ما تحدد الهدف ديالك حاول تحل الاسباب اللي خلاتك تفشل في الاول، موراها طور خطه العمل ديالك باش توصل للهدف ديالك. التقنيه الثالثه التركيز الذهني. عارف باللي بزاف كيعانيو من مشكل التركيز والانتباه في القرايه، بصح كيكون شوي ديال الملل، ولكن تيقني واخا تكون كتبغي الحاجه مع الوقت غادي تمل، وتيقني الحاجه اللي غادي تولي دير بالسيف عليك وما باغيش ديرها هي اللي غادي تعطيك نتائج. ولكن الا ما تحركتيش في هذا العمر تيقني راه غادي تضيع مستقبل كنت كتشوف. خلينا من الهضره ديال هاد الوقيته ديال الزو البنات. تيقني الا كنتي من هاد النوع السموحات، ولكن غادي نقول لك حياتك ضاعت من بين يديك. هاد العمر ديال الشباب هو عمر السعي ابطال، تقاتل باش توصل لداكشي اللي بغيتي. المهم خليني دابا نقول لك كيفاش تولي واعر في التقنيه. اول حاجه حاول تبعد على المشتتات، واول حاجه هي التليفون ديالك اللي كيتعتبر من اقوى المشتتات اللي كيخليوك تضيع وقتك على والو. وزيد خاصك تقاد بلاصه اللي تكون فيها مرتاح سواء بغيتي تقرا ولا تخدم، وحاول تحدد واحد الوقيته بلا حتى شي مشتتات اللي ممكن تبعدك على الهدف ديالك. وديما دير راسك شي مكافأة باش تحفز راسك تسالي المهام ديالك في الوقت المحدد. راه احسن حاجة هي تحاول تضغط على راسك، خرجوا من المنطقة ديال الراحة وفكروا بعيد. التقنية الرابعة تقنية التعليم الفعال. ممكن تطور عملية التعليم ديالك بسبب استعمال تقنيات بحال مخططات المفاهيم ولا الملخصات. وما تنساش تحاول تستافد من الاصدقاء ديالك، ماشي عيب لك كنتي كتشفر المعلومة مرة، فحاول ديما لما كنتيش فاهم شي حاجة سير عند صحابك حاول تطرح سؤال وصافي، راه من الطبيعه ديال اي واحد يكون عارف غادي يجاوبك. المهم حاول ديما تناقش وتحاور مع صحابك، وحاول تستعمل اي حاجه متاحه لك باش تتعلم، كتوبه ولا مقالات ولا تطبيقات فيديوهات في يوتيوب. هادشي باش تزيد توسع المعرفه ديالك. انا شخصيا قبل ما ندير شي فيديو راه الصراحه كنقلب بزاف، منها كنتعلم انا، منها كنحاول نوصل الافكار اللي ممكن يستافد منهم واحد اخر. اخر حاجه واهم تقنيه التقييم الذاتي. كيتعتبر التقييم الذاتي واحد الحاجه مهمه لتحسين الاداء ديالك في اي حاجه كديرها في حياتك، فخاصك ديما تبدا تعطي تقييم لراسك وداكشي بواحد الشكل منتظم، واعترف بنقاط الضعف ديالك ونقاط القوه ديالك، واستعمل هاد التقنيه مع الاساتذه ديالك ولا صحابك في القسم واستافد منها باش تزيد تطور من راسك. شوف ما تخافش من الفشل، حاول تردو نقطه قوه ديالك والفرصه ديالك باش تتعلم.
تتعلم. هكا ممكن انت تنجح في قرايتك، في حياتك، في مشروع ديالك. هادشي كامل لا طبقتي هاد التقنيات. وتفكر ديما النجاح ماشي زهر، ولكن هو راه نتيجة ديال العمل الجاد. ما تنساش ديما تقاتل لا بغيتي توصل. هكا نكون وصلنا للنهاية ديال لا فيديو. نتمنى تكون خديتي افكار ينفعوك في حياتك، وما غاديش نطلب منك شي حاجة، حيت الا استفدتي تكون درتي كلشي. هكا يطلع الفيديو لناس اخرين. المهم انستغرام ديالي كاين في الوصف، اي واحد محتاج شي حاجة مرحبا ممكن تواصل معايا. كان معكم زكريا، تهلاو.